السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. تعالي بقى اقول لك ازاي تعملي كنافة كده بكريمة في رمضان وتطلع معاكي احسن بتاعة المحلات. الشركة يا جماعة بيكلاند عملت لنا كريمة بودر بنضربها، عايز اقول لكم تحفة 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 تحفة. بصوا عاملة ازاي يا جماعة، عاملة بقى صينية كنافة بقى كده اهوت، وبعدين سهلة جدا. يعني هي زي المهلبية بالظبط اللي احنا بنعملها كده، بس دي بتتعمل على البارد، بتتضرب بلبن كده على البارد ساقع. وعايز اقول لكم بتطلع نتيجه حكايه. بصوا يا جماعه شكل الكنافه عامل ازاي، ما شاء الله. والكريمه سهله جدا، وعايز اقول لك هتخلي اللي ياكلها يقول لك انت جايبه كريمه منين، مش هتصدق انت عاملاها في البيت. شوف بقى مع بعض كده ايه طعمها. بس انا قلتها اصلا وانا بعملها، بس هذوق بقى ايه شكلها ايه وطعمها ايه لما استوت مع الكنافه. ما شاء الله تحفه. وبتحشي بقى يا جماعه بقى الاكلير. بصوا عامله ازاي، بسم الله. فظيعه بجد بجد يعني. انا اول مره اكل كريمه وتعجبني بالمنظر ده. يعني باكل كريمه الكنافه، بس بصراحه دي طعمها في حته تانية. تحس كانها داخل لها سمنه، داخل لها زبده، طعمها حلو جدا. وعايز اقول لك مضربيها كمان لوحدها وتدوق كده طعمها جميل. ممكن مثلا نحشي بيها مثلا كرواسونات، نحشي بيها ممكن اكلير. بص يا جماعه هي عامله زي ايه، زي الباستري كريم، بس هي لونها فاتح وليها طعم شويه عن الباستري. وما بتتضرب وتتركن شويه تبقى شبه المهلبيه. بس عايز اقول لكم بجد تسلم ايديهم، يعني بجد ان طعمها في حته تانية. هتخليك تعملي احلى حلويات شرقيه بيها في رمضان، وموجوده في المحل عندنا. طبعا احنا مكاننا الاسماعيليه، شارع المدارس، تقاطع شارع طنطا، اما مكتبه الشباب. بنشحن جميع المحافظات والدليفري على نفس الرقم. وطبعا ما نسيتش ان انا اقول لكم ايه على الوصفه واعملها لكم. مش بدوق بس يعني، ده انا هوريكم الوصفه تعمل ازاي، وازاي تضربي الكريمه وتحشي الكنافه تطلع معاكي مظبوطه زي ما انت شايفاها كده، وتعملي احلى صينيه كنافه. يلا نشوف الطريقه، يلا بينا. بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه هنبدا بايه، ده نص كيلو لبن ساقع، تمام كده. هنحط عليه ربع كيلو من كريمه الحشو بتاعه الايه، الحلويات. دي طبعا زي ما احنا قلنا يا جماعه كريمه حشو للكنافه، للباتيهات، للكرواسون. بتخش الفرن عادي مفيش اي مشكله، زيها زي المهلبيه اللي بنعملها في البيت، بس طبعا دي طعمها احلى بكتير. تمام كده. وسهله جدا، بنضربها باللبن زي الكريم شانتيه كده اهو، بس طعمها تحفه بجد. يعني هنعملها ازاي بقى، ده ربع كيلو يا جماعه على نص كيلو ايه لبن. بص انا بحط ايه النص لبن في البوله بتاعتي كده اهو، وبنزل بحاجه شويه شويه. يعني بص شويه كده، وبضرب لغايه لما باخد القوام اللي انا عايزه. نقدر نضرب بقى ايه على السرعه البطيئه او المتوسطه. ننزل بشويه كمان. كده يا جماعه احنا خدنا القوام بتاعها اهو. تمام. قبل ما نعمل اي حاجه بقى بنسيبها ترتاح حوالي ربع ساعه، ما نحشيش بيها على طول. تمام كده. معايا بقى نص كيلو كنافه يا جماعه. طبعا كنا في الفريزر، بنطلعه ونفرفطه كده، وبنقطعه قطع صغيره. لو مش مفروم بنقطعه احنا بالمقص كده او باي حاجه. تمام كده. لو مفروم ماشي، بس انا بحب الكنافه تكون مشعره كده، ما بحبهاش القطع الصغيره. القطع الصغيره تبقى حلوه جدا في الكبس بتاعها، بس انا بحب الكنافه تكون مشعره كده اهو بالظبط. ومعايا ايه 200 جرام سمنه بلدي او زبده ايا كان مفيش مشكله. وبنزل عليهم بمعلقتين عسل جلوكوز يا جماعه. العسل الجلوكوز ده مهم جدا معايا في التسويه، بيخليها تاخد لون احمر كده وتكون حلوه جدا وتستوي معايا بسرعه. تمام. بنحطهم على نار هاديه كده اهوت، وتكون دافيه، يعني ما نحطهاش شويه سخنه عشان ما تعجناش الكنافه. بننزل بقى على الكنافه بتاعتنا كلها كده، ونحاول نوزع يا جماعه ايه السمنه او الزبده بتاعتنا كويس جدا عشان هتفرق معانا في الكنافه. لازم كل حبايه كنافه تشرب سمنه. نبدا بقى ايه نقلبها بايدينا
كده يا جماعه احنا ايه عملنا الكنافه بتاعتنا بالسمن، هي وزعنا السمن فيها كويس جدا. تمام كده. بنجيب بقى الصينيه بتاعتنا تكون مقاس مناسب يا جماعه، وندهنها سمنه كويس جدا من تحت. تمام كده. وبنبدا بقى نوزع الكنافه بتاعتنا. كده يا جماعه احنا عملنا ايه نص كميه الكنافه اهيت، وعملنا لها سور كده عشان الكريمه بتاعتنا ما تطلعش ايه من الجناب. تمام كده. السور ده مهم جدا نعمله علشان ما تطلعش من الجناب. بنجيب بقى كيس زي كده وصينيه اصغر منها، ونبدا ان احنا ايه كبس بالراحه كده يا جماعه، ما نضغطش جامد عشان ما تبقاش مجبسه معانا او تبقى ناشفه قوي معانا. اهو بقى ايه نسويها بالسباتولا بتاعتنا كده يا جماعه اهو. وهنحط بقى الطبقه الثانيه بتاعت الكنافه بتاعتنا، ونحاول ايه نقفل الحروف الاول كده. نحط الكيس كده يا جماعه برضو، وبناخد بقى ايه يعني عايز اقول لكم بصوا حاجه بسيطه جدا، مش ضغط جامد عشان الكريمه بتاعتنا ما تطلعش. تمام كده. تمام يا جماعه كده الكنافه بتاعتنا تخش على الفرن، ونستناكي بقى تطلعي بالسلامه. تمام كده يا جماعه. هندخلها درجه حراره ايه 200. طب احنا عملنا الشربات يا جماعه كوبايتين ميه على كوبايه سكر. شربات الكنافه بيكون تقيل، ومعلقتين عسل كلوكوز. تمام كده. وعصره ليمونه، طبعا كلنا عارفين الشربات فما عملناش ما نطولش الفيديو عليكم. هندخلها ونرجع لكم تاني. كده احنا طلعنا بقى الكنافه بتاعتنا من الفرن اهي. نبدا نديها الشربات كده. شربات زي ما قلنا تقيل. بنجيب يا جماعه صينيه بقى كده اهوت عشان نقلبها. بسم الله كده. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ناخد بقى ايه الصينيه بتاعتنا كده، بننزلها بالراحه كده يا جماعه. نبدا بقى نسي برضك الوش كده. بنوزع بقى يا جماعه الشربات بقى كده بالسباتولا دي عشان كله يشرب كده اهو. ما شاء الله لا قوه الا بالله. صينيه كنافه بقى بنوصي عليها الحلواني. ما شاء الله يا جماعه. بصوا بقى صينيه كنافه بسم الله ما شاء الله. طبعا لسه هي دافيه سخنه اهي. هنقطعها بقى ونوريكم شكل الكريمه من جوه وندوقها مع بعض طعمها ايه. يا رب نكون افدناكم بالفيديو، واللي استفاد شير ولايك عشان الكل يستفيد يا جماعه. وطبعا ما تنسوش بقى ايه الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل كله جديد.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.